باقوى مضاد حيوي في السوق بالكامل. جاي لك النهارده بمضاد حيوي اسمه السوفتوكسيم، او الناس بتقول عليه سوفتاكس، او بنجيب مكانه السوفتاكس البشري، فدايما تلاقي كلمه سوفتاكس منتشره عن كلمه السوفتوكسيم اللي هو الاسم بتاع الماده الفعاله بتاعته. طيب بنستخدمه امتى، ولا ايه حكايته، ولا ايه ظروفه؟ مبدئيا كده هو ابن عم الاموكسي وابن عم الامبسلين، يعني من عيله واحده اللي هي عيله البنسلينات، ولكن ده الجيل الثالث. وما شاء الله نتائجه فعاله جدا جدا جدا، وده لانه عشان بيمتص دم وسريع للامتصاص. وفي برضه نقطه تانية بتميزه عن الاموكسي والامبسلين، انه ما بيتعطاش في ميه الشرب خالص، لانك لو حطيته في ميه الشرب هيعتبر انك بتهدر فلوسك في الفاضي. هو دايما بيكون حقن، يعني دايما المضاد الحيوي اللي هو السوفتاكس بيكون حقن، بيكون في الورك في الصدر عادي، ما فيش مشكله. ان هو المهم ان هو بيكون حقن عشان سرعه امتصاصه بتكون في الدم اقوى واسرع، ويبدا ينتشر في خلايا الجسم كلها وفي اجهزه الجسم كلها بالكامل. طيب امتى بقى نستخدمه وامتى ما نستخدموش، والاثار الجانبيه اللي ممكن تعود عليك من استخدامه بطريقه غلط، كل ده هقوله لك. ولكن قبل اي حاجه زي ما تعودنا هنذكر الله ونصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام في تعليقات، وما تنساش اللايك والشير والتفاعل علشان يوصلك محتوانا دايما باستمرار، ده لو انت مهتم بمجال تربيه الفراخ البيضاء. طيب ذكرت الله والصلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام في تعليقات. تعالى بقى بسرعه وكوبايه الشاي او كوبايه القهوه بتاعتك وتعالى. مبدئيا كده السوفتاكس او اللي هو السوفتكسيم استخداماته بيستخدم في الاصابات البكتيريه الشديده قوي، يعني بمعنى صح المشاكل اللي الامبسلين والاموكسي ما قدروش يعملوها، بيجي بقى السوفتكسيم يعملها ويعمل لك الواجب وزياده شويتين. يعني ايكولاي شديد، كوليستيريديا شديده، بكتيريا كتير مثلا اللي الاموكسي والامبسلين شغالين عليها، ولكن احيانا ما بيجيبوش نتيجه معاه، فبيجي هو السوفتاكسين بيجيب معاه نتيجه فعليه، ولان سرعه امتصاصه بتكون خياليه جدا، وما بيسيبش حته في الجسم غير لما بيخشها، غير الامعاء ما بيروحش ناحيه الامعاء. يعني لو عندك اي بكتيريا في الامعاء جوه الامعاء مش هيقدر يتعامل معاها، او مش هيديك النتائج اللي انت محتاجها. لكن اي بكتيريا تانية موجوده في خلايا وجميع اجهزه الجسم بالكامل بتاع الفرخه بيقدر بفضل انه يتعامل معاها ويجيب لك معاها نتائج ممتازه وفوق مما تتخيل. طيب هنتكلم بقى عن امتى ما نستخدموش. زي اي مضاد حيوي برضه، على قد ما هو ما بيكون حقن، بس برضه بيكون له تاثير على البكتيريا النافعه اللي في جسم الفرخ برضه، وبيأثر على توازن البكتيريا النافعه واللي هي الفلورا المعويه. وكذلك برضه ما ينفعش مع الامراض البكتيريه ولا الامراض الفيروسيه، يعني ما يجيش مثلا انت تستخدمه عند فيروس ولا حاجه، او لا، لازم لو انت عندك فيروس ممنوع منعا باتا اي نوع مضاد حيوي خالص. يعني انت ما تجيش تستخدمه مع اي نوع فيروس، ايا كان نوع الفيروس ما ينفعش تستخدمه. برضه في ناس ممكن بتقول لك او بشوف ناس كتيره قوي اول الفتره الاخيره برضه يقول لك انا دايما احب استقبل على حقنه نظافه، حقنه يقول لك سوفتاكس وجنتا واستريبتو مثلا. يا جماعه ازاي؟ طيب انت بتهدر المضادات الحيويه في الاول كده، طب افرض احتجتهم قدام، يعني انت ده اقوى سلاح معاك تيجي تاخده وانت لسه في اول المعركه؟ طب انت لسه مش عارف ايه اللي ورا ولا اللي ورا اللي ورا، لا انت لازم تبدا بالسلاح الصغير، ما جابش نتيجه اللي بعده اللي بعده اللي بعده تدريجي هكذا. فانا دايما ما برشحش ان حد يحطه في العمر الصغير وتساب لوقت العوزه بس، او وقت ان احنا لما نحتاجه بس. طيب هنتكلم بقى عن الاثار الجانبيه اللي ممكن تعود علينا منه او تاثيره على الكليه والكبد. طبعا زي اي مضاد حيوي برضه ده بيتصرف عن طريق الكليه، فاكيد بيسيب تاثير على الكليه بس تاثير متوسط، يعني لازم ولا بد برضه بعد منه تنزل بجرعه غسيل كليه للامان برضه. تاثيره على الكبد بسيط قوي، يعني لان يعتبر ما بيمتصش ناحيه الكبد غير حاجات بسيطه قوي لا تذكر، فيعتبر تاثيره على كبد الفراخ بسيط وقليل. طيب بيأثر على ايه تاني؟ بيأثر على الفلورا المعوية برضو زي ما قلنا اللي هي البكتيريا النافعة. طيب ماشي، اي حاجة تانية برضو بخصوص السوفتاكسيم عايز تستفسر عنها سيبها لنا في تعليق، وبإذن الله هنرد على تعليقكم كاملة. ولو انت شايف ان احنا نسينا اي معلومة برضو عن السوفتاكس او السوفتاكسيم سيبها لنا برضو في تعليق، وبإذن الله نشوفها وغيرك يشوفها والكل يستفاد. ولو وصلت لحد نهايه الفيديو هنا بقى اوعى تنسى اللايك والشير، واوعى تنسى انك تذكر الله وتصلي على سيدنا محمد، ده اهم حاجه. واستنونا كل يوم في فيديو جديد ومعلومه جديده في المضادات الحيويه بالكامل باذن الله هنجيبها لكم، وهنحاول نربط لكم الاحداث ببعضها برضو بحيث انك تقدر
تجمع او تقدر انك مثلا تستوعب مثلا هتشغل ده امتى، او كله مضاد حيوي تبقى عارف امتى تنزله امتى ما تنزلوش، ولو واحد فيهم فشل تجيب بديله امتى وازاي. يعني عايزك تبدا تثقف نفسك بحيث ان الحاجات ديت تبقى انت يعني ايه من تلقاء نفسك عارفها، بدون انك ما تحتاج لحد، او حد ممكن يديك معلومه غلط وتبقى حقل تجارب لغيرك وهكذا، وانت اللي في النهايه بتشيل الليله او بتشيل الطين. ربنا يرزق الجميع، وربنا ما يخسر اي حد ابدا. ولو عندك اي استفسار عموما بخصوص تربيه الفراخ البيضاء سيبوا لنا في تعليق، وباذن الله هرد على تعليقكم كامله. اخوكم ابو نوح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.